في سوريا يؤكد أن العلماء لم يتفاجؤوا ببيان الفتنة والقتل الصادر عما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فخلفيته باتت واضحة الهدف للقاصي والداني، مشيرا إلى أن على الذين صاغوا البيان أن يتحملوا مسؤولية الكلمة بين يدي الله تعالى. وشدد بيان علماء سوريا على أن قول نصف الحقيقة أسوأ من الكذب بحد ذاته، مشيرا إلى أنه كان على من أصدر ذلك البيان أن يضع نصب عينيه تقرير لجنة المراقبين العرب من الجامعة العربية من 13 دولة عربية، والذي وثق الأعمال الإرهابية والعدوانية. وقال بيان علماء المسلمين في سوريا إنه كان الأجدر بعلماء المسلمين أن يدعوا إلى حقن الدماء وإدانة الإرهاب والتخريب، مشيرا إلى أنه لو كان ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حريصا على دماء السوريين كما يزعم وعلى مستقبل سوريا وشعبها كما يدعي، لما وجه سهامه وأدوات طعنه إلى أبناء سوريا يحثهم على أن يقتل بعضهم بعضا. وقال البيان: كان من الأجدى والأحرى بهؤلاء وبدلا من التحريض المباشر واللهجة الدموية في الخطاب أن يذكروا الناس جميعا في سوريا بأهمية الوحدة والائتلاف ونبذ التفرق والاختلاف. وجاء في البيان: نحن علماء سوريا نطالب علماء الأمة جمعاء بالوقوف في وجه من يتآمر على ديننا وعروبتنا وأمتنا واستقرارنا ويتكالب على لقمة عيش أبناء سوريا. شيعت من مشفى